وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. لا، أنا أذكر أنني قضيت رحلة كاملة، رحلة طيران كاملة أعزكم الله في الحمام. والله ما خرجت من الحمام أبدا. والمناسبة كنت في المجر، يعني كانت رحلة للمجر. طلعت الطيارة سبحان الله تقريبا أنا المسلم الوحيد اللي على الطيارة. وأول ما الطيارة طلعت خلاص كل الكراسي بلا استثناء فتحت زجاجات الخمر. كان أول مرة في حياتي أشم رائحتها. بول الحمير أنظف منها. أعوذ بالله. الحمد لله الذي حفظنا وأعزنا بهذا الدين، وأسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان. يا الله. وربنا ابتلاني بولد، أعوذ بالله، وبنت، أعوذ بالله. والواد طبعا جاب البنت جنبه وقعد هو في الطرف. يخرب بيتك. فقعدت اشاور له، انا لا عارفك لغه ولا عارف، قعدت اشاور له، جبتها هو جنبه، قعدت انا على الطرف. بس طلعت الخمره خلاص بقى، ما انتش طايق، مش قادر خلاص. هترجع بطنك، مش لحم بطنك، هترجع كل حاجه، هتقيء. شيء بشع جدا. قلت والله ما في انظف دلوقتي من الحمام. وقمت قضيت الرحله كامله. بس الحمد لله كان قبل احداث سبتمبر، والا كانت بقت مصيبه. اتهم بتفجير الطياره من داخل الحمام وهتبقى كارثه. على طول تهمه ما فيها شك دي. الراجل اللي قاعد بيصلي عملوا له تهمه، بيتوضى وصلي بيقول الله اكبر، عملوا له تهمه. قال ده بدي اشاره البدء بالتفجير. والله انتوا مش متابعين. تهمه.